قدامنا بحيره ناصر كلها، وهي بحيره بتمتد لمسافه 500 كيلومتر. 350 يخص مصر باسم بحيره ناصر، و150 يخص السودان باسم بحيره النوبه. المنطقه اللي احنا فيها دي كان ليها تاريخ قديم وعريق بيمتد لالاف السنين. قبل 7000 سنه في حته هنا منطقه قريبه من ابو سمبل على شمال غرب ابو سمبل حوالي 70 كيلومتر اسمها حوض النبطه، ودي فيها اعظم الاختلافات، اعظم الاختراعات الفلكيه اللي بترجع لهذا الزمن. موجود فيها ساعة حجرية بترجع ل 7000 سنة قبل الميلاد، وهي تفوق ساعة ستونهنج في انجلترا، ولذلك المنطقة دي بتتميز بالرؤية الفلكية. المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده المكان القديم اللي فيه معبد ابو سمبل القديم قبل ما يتم انقاذه سنة 1964، وتم رفعه الى مسافة 120 كيلومتر الى الوراء. زي ما شايفين ده المعبد الكبير للملك رمسيس الثاني، وبجواره الى الشمال معبد الملكة نفرتاري زوجة الملك رمسيس. المنطقة دي في القرن ال 13 كانت عبارة عن الجبلين اللي فيهم المعبدين حاليا، والجبلين دول كانوا الناس المحليين اللي موجودين في المنطقة كانوا بيعتقدوا ان احد الجبلين وهو الجبل الجنوبي فيه روح الاله حورس محاه، والجبل الشمالي فيه روح الاله حتحور سيدة ابشك. ده معناها ان الجبلين لهم بعدين جغرافيين، وده منطقة محاه ودي منطقة ابشك، ودول الاسماء القديمة لمنطقة اثار منطقة ابو سمبل اللي فيها المعبدين. زي ما شايفين الواجهه ورايا، وهي واجهه مهمه جدا لانها بتتكون من 3 اجزاء. الجزء العلوي خالص حوالي بقايا 22 قرد اللي هم بيمثلوا ال 22 ساعه بتوع اليوم، لانه كانت بتضاف بعد كده ساعه للغروب وساعه للشروق. والقرد كان مهم جدا لانه مرتبط بشروق الشمس، وانت حضرتك شايفين كده بيرفع ايديه تعبدا للشمس المشرقه. الجزء الثاني الالقاب بتاعته تحت اللي هي على الجنب في الكورنيش اللي هي تحت الخروج مباشره، ثم بعد كده الجزء المهم اللي فيه ال4 تماثيل. لكن قبل ال4 تماثيل هنلاقي في النص فيه تجويف كده بيمثل الاله رحور اختي اللي هو بوش صقر وعليه قرص الشمس، وده الاله الرئيسي اللي اهدي اليه المعبد الكبير. على اليمين والشمال في 4 تماثيل للملك رمسيس الثاني لها اسماء، لانه كان الملك رمسيس الثاني مغرم بالميديا، فكل اسم كل تمثال له اسم. يعني من اليمين محبوب آتوم، ثم محبوب آمون، ثم التمثال الذي كسر في الزلزال في وقت بناء المعبد اللي هو حاكم الأرضين، ثم في الآخر شمس الحكام. التمثال اللي كسر في الزلزال ده بعد 7 سنوات من افتتاح المعبد، واحنا عرفنا ليه بعد 7 سنوات، لأن موجود نقوش للحاكم بتاع النوبة بيسجل فيها محاولات الترميم، ازاي هو رمم المعبد وختم بختم الملك رمسيس الثاني. يعني معنى كده ان الكسر ده حدث قبل كده. هو رمم اجزاء داخل المعبد لكن التمثال ده ما رمموش، ولذلك حتى لما انقذ المعبد سنه 64 ما عملوش اعاده لتركيب التمثال مره ثانيه، بالرغم ان بقاياه موجوده تحت الرجلين هنا هو اللي هي الراس والتاج زي ما احنا شايفين. ما بين الارجل في شخصيات، الشخصيات دي اللي هي زوجة الملك او زوجتي الملك اللي هي إيست نفرت ونفرتاري، وامه اللي هي مرات الملك سيتي الاول، وما بين الارجل برضه في اولاده والاميرات والامراء اللي كانوا موجودين هنا. صفية المنى يا سلام.